السلام عليكم، معكم سنة من أكادير. كنوجه خطاب مباشر لصاحب الجلالة. خطابنا لك يا سيدي، الله يعطيك الخير. راحنا نحتضر وبغينا غير جواب. راه المسؤولين ما كيجاوبوناش، الوزراء ما تيجاوبوناش لا كتابيا ولا شفويا. البرلمانيين في سبات عميق. انا كنعرف البرلماني صوت عليه الشعب، خصني البرلمانيين دا اكادير يكونوا هنا اليوم. ما كاين حتى شي واحد، يعني ما داعي للاحزاب، ما داعي للانتخابات. ها العرض يا سيدي ربي، واش شفتوا شي حزب خارج بشي حاجه على الشعب وعلى المعاناه ديالو هذا الوقت؟ ما كنشوفوا والو. امتى كنشوفوهم؟ اللي كيديروا شي قاعه بشي اوطيل 5 نجوم والعصير والماء قدامه، عاد كتشوفوا كياخذ كلمه بروتوكوليه. لان المغرب ولا المغرب ديال السينما. شنو هي السينما؟ كلشي السينما، مشاريع سينما. النضال ديالهم في حق الشعب سينما. لانكم كانوا هازين لينا الهم، ما يخليوناش نموتوا بالجوع 8 شهور. لو كان باغيين الشعب ما يخليوش يموت بالجوع 8 شهور. حنا في جائحه وباء يا سيدي، وقفنا في الحجر الصحي، ما خرجنا ولا خرجوا وليداتنا. ولكن ملي طلقتي الشواطئ وطلقتي المدارس وطلقتي المقاهي وطلقتي هذا الشيء، خصك تطلق هاد الناس ديال الاعراس والحفلات. علاش اسيدي هاد الناس ما يديروش الاعراس والحفلات؟ علاش؟ القطاع السياحي عرفتيه هو اكبر قطاع غيتضرر وما غينتعش. علاش حال؟ راه هذاك القطاع السياحي كنت طلقتوا له الاعراس والحفلات، راه السرباغي غيخدم في العرس، طباخه بحالي غتخدم في العرس، المساعدين اللي كاينين في لي زوطيل غيخدموا. بعدا كاين قطاع اخر منعش. واش زعما ما تجلسوش ديروا طابل غونط وديروا فيها واحد الاجتماع؟ شنو هو الحلول لهذا المواطن اللي ما عنده دابا باش يخدم؟ الا ما كديروش هكاك ارحلوا. الا ما غتجلسش تلقى ليا الحل، ارحل. رئيس الحكومه، الوزاره، وزيره السياحه، الصناعه التقليديه، كلشي ارحلوا. ما كاين والو. خليونا سيدنا مع سيدنا. راه داز تجربه وعشنا بدون برلمان، بدون برلمانيين، بدون احزاب. حنا والملك عشنا بخير. خليونا الله يرحم الوالدين. صافي عيينا، ما بغيناش. واش غتفرض عليا كمواطن منتمي انا لشي حزب ولا شي برلماني؟ مازال لا. لان الاغتصاب، النصب، السرقه ابشع الجرائم، ابشع ما يكون. وزيد عليها ابشعهم هو انك تحقر مواطن جاي واقف وكيقول لك عافاك المسؤول رحم لي كل والدينا السي عثماني، ما كتعطيه حتى جواب كتابي. اش من حق؟ زعما مشغول عندك اسيدي الديوان ديالك ما يفوق شحال من عدد ديال العامل، يكتب ويخرج لينا جواب. المراسلات ماراطونيه داروا هاد الناس وبلي بروف بلي زاكيزي. فين هو الجواب ديالهم؟ ما كاينش جواب. حنا ما بقيناش غنديروا الحفلات والعرس. ايوا راه هذاك الجواب راه كتقول ليه موت انت وولادك والاسره ديالك والناس اللي خدامين معاك وطز فيك يا المواطن. ولهذا اليوم كنقولوا خاصنا نوقفوا وقفه رجل واحد، المغاربه كاملين، المواطنين كاملين، لا للاحزاب لا للوزاره. اللي ما خدام يدخل يتحاسب، اللي ما دار خدمته المحكمه الاداريه يتحاسب. وبغينا تشوفوا مسؤولين في السجون، لان كاينين مسؤولين، انا لا اعمم، ولكن كاينين مسؤولين مجرمين خصهم يدخلوا السجن. ما حد ما كيدخل غير الدرويش للسجن، والسجن عامرين غير بالدراوش، واللي لاباس عليه ما كيتحاسبش لان ما عندناش فصل اللي كيربط المحاسبه بالمسؤوليه. وراه اش غنقولوا؟ راه غنقولوا ان السياسه في ذمه الله والديمقراطيه في ذمه الله، والشفافيه والمقاربه التشاركيه غير كلمات الخشب. ما كاين والو. فين هو مقاربة النوع ولا مقاربة تشاركية؟ فين هذا الشيء اللي كانوا يصيحون به؟ ما كاينش. كورونا عرات على كل شيء. اخي الصحفي شكرا انكم انتم الجسم الوحيد اللي مازال كيوصل الصوت ديال الشعب. ولهذا حنا كنوصلوا صوتنا دابا لسيدنا، وكنتسناو الخطاب ديال غدا الجمعه يباشرنا بالخطاب ديالو ويقول لنا اشنو غنديروا. حنا اما وفروا لنا عيش كريم ولا طلقوا لنا الحدود نخرجوا. ملي هاد البلاد ما غاديش تضمن لي كرامتي انا ما غنعيش فيها. انا كنهضر على راسي. البلاد اللي ما غتضمنش فيها كرامتي حيتاش انا دابا صبرت، ولادي ما غيصبروش، ولاد واحد اخر ما غيصبروش. واش غتكبر في مجتمع ما عندك كرامه؟ كتدخل غير المقاطعه ما عندك كرامه، تمشي غير الاداره يدبزوك، اي اداره عموميه، لان ما عندهمش الفكر ديال ان المواطن له كرامه وخصو يتحترم وانه اخو المسلم. هادشي ما كاينش في بلادنا. راه بزاف تحقرنا لاقصى الحدود. هاد الناس راه كلهم جايين واقفين هنا، كاين اللي ما مغديش وجاي، ما عنده كاع باش يتعشى دابا وجاي. واش كتسنى منه؟ كاين حسن من ولادك؟ واش هاد الوزير حسن من ولادك؟
واش هذا البرلمان يحسن من ولادك؟ ما كاينش ما يحسن من ولادنا ومن الكرامه ديالنا. ولهذا كنقول لكم ارحلوا، لانكم ما درتوا والو في هذه كورونا وما وفرتوش لنا العيش الكريم وما كيهمناش السواق والتصاور ديال التلفزه. صافي، شكرا.